بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عندي الفراخ البيضة. في حلقة النهاردة هنعمل حاجات كتيرة ان شاء الله. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوفي القناة عندي اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان حطوا لنا اللايك حبايبي على الفيديوهات علشان توصل لعدد كتير. فانزلي كده يا قلب اختك لو عجبك الفيديو واستفدتي كده حتى بمعلومه بسيطه، حطي لي اللايك. بصوا بقى في حلقه النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجات مهمه جدا في تربيه الفراخ البيضاء، ومن اهمها الفرشه. لو انتي بتربي تربيه ارضي، الفرشه. بمعنى ايه الكلام ده؟ الفرشه لازم تكون دايما جافه. عند الفراخ البيضاء الفرشه لازم تكون ما فيهاش ريحه امونيا. ايه ريحه الامونيا دي؟ ده كده غاز ممكن يبدأ يطلع على عين الفرخ يأذيها. طيب بيجي منين الريحة دي؟ بتيجي من عدم التهوية الكويسة، ان انتي دايما خايفة على الفراخ ومقفلة ولا وسكة الشباك وسكة الباب والكلام ده كله، فبالتالي الريحة دي بتبقى موجودة عندك. فلا، انا عشان كده دايما بقولك حاولي ان انتي تظبطي التهوية على قد ما تقدري. انا دلوقتي هوريكم انا عملت ايه بالظبط ليهم باذن الله، وازاي بحاول على قد ما اقدر احافظ على الفرشه ان هي تكون ناشفه. بس زي ما انتم شايفين ما شاء الله النهارده العمر 29. الفراخ يومها بيومين ما شاء الله، النوع كويس، فرزه كويسه. على فكره انا ذبحت منهم فرخه برضو بس ما صورتهاش معاكم، اتبقى 9. اي حاجه طبعا بذبحها او بيحصل اي حاجه ببدا اوريها لكم عشان برضو تبقوا عارفين. تمام. تعالوا كده بقى اقول لكم انا عملت ايه النهارده شلت الجزء اللي هو مش نظيف زي ما انتوا شايفين كده. الجزء اللي جوه ده مش بيخشوا فيه كتير، فشلت الجزء اللي هو حسيت ان هو فيه بلل، فبدأت اشيله. ما ينفعش بقى ان انا ابدأ احط تبن على تبن على تبن، لا ده اكبر غلط. حاجة كمان، شايفين انا حطيت طبقة جير كده، حاجة كويسة جدا. وطبعا قلت لكم لو ما لقيتوش الجير المطفي هاتوا اللي هو بودرة البلاط. تمام. فانا فرشت طبقه. بصوا انا بقول لكم الجزء اللي انا طلعته اللي هو مش نظيف، حطي انت بقى ايه، هتحطي طبقه الجير المطفي دي كده على الارض، وتبداي تفرشي كده التبن زي ما انت شايفه. وبعديها لما تحسي ان الدنيا مش نظيفه عندك، ابداي حطي طبقه جير تانية، وحطي طبقه نشاره تانية. ان شاء الله هوضح لكم دلوقتي برضو انا بقول ايه. طيب خلطه النهارده عملتها تاني، كررتها. ليه بقى انا عملتها تاني؟ هقول لكم انا عملتها تاني ليه. الخلطه دي حلوه جدا جدا، هتمشي معاكي لحاجات كتيره، يعني مش لزياده الوزن بس، لا ده الحاجات كتيرة. لو انت حاسة ان الفرخ عندك كاشش مش بياكل، شهيته مش مفتوحة، في برد، في ديدان برضو بتسبب معاكي اسهالات شديدة وبتخلي الفرخ يخس معاكي، فبدأت اكرر الخلطة دي تاني اللي هي خلطة التوم. طبعا احنا عملناها امبارح، اعمليها النهاردة تاني، وممكن كمان على فكرة اعملها لليوم التالت، مفيش مشكلة. فانا حطيت فصين توم وحطيت معلقة كركم وحطيت معلقة نشا علشان خاطر الاسهالات، اتجنب اي مشكله. انتوا عارفين الفراخ في العمر الكبير بتبقى عرضه بقى لمشاكل كتيره، فانا بحاول اظبط الدنيا. جبت العلبه بتاعتي اهي، شايفين تركيز التوم عشان انا سايباه من امبارح، التركيز بقى عامل ازاي؟ بقى قوي جدا. فهتحطي معلقه بقى منه على 2 رتل ميه، لو معلقه صغيره على رتل، لو معلقه كبيره 2 رتل، لانه انا عاملاه مركز قوي. لو انتي مش عاملاه مركز حطي معلقه على الرتل. فعايزة برضو أقولك الخلطة اللي أنا عملتها ديت في علاج بيطري بريحة التوم، اللي أنا عملته دوت فاتح شهية قوي جدا. كنت جايباه معاكم حتى لما من زمان خالص أنا ما استخدمتوش ولا حاجة، بس في فيديوهات فاتت كنت جايباه، كان مكتوب عليه حاجات حلوة جدا من أهمها فواتح شهية. فالتوم طب أنا ليه أروح أشتري كيس ب5 أو ب10 جنيه أما أنا قادرة أعمله لهم في البيت طبيعي كده وفرش؟ فلا، انتي اعمليه كده هيفرق معاكي. وزي ما قلتلك في علبة او في ازازة، حطيه في التلاجة يقعد معاكي. بصي هيقعد معاكي فترة طويلة، فبس اعملي شوية كميات بكميات كده. طبعا تلفي بقى لطيورك زي ما انتي عايزة، سواء بقى حمام حلو جدا، سواء بط، سواء فراخ بلدي، فدوت حلو قوي خاصة في الايام اللي احنا فيها دي. فدايما ارفعي المناعة بالايه؟ بخلطة الثوم، البصل، الكلام ده كله.
ان شاء الله بكره هعمل لكم برده خلطه حلوه قوي، فتابعوني ان شاء الله في فيديو بكره واقول لكم هعمل ايه بالتفصيل. طيب هارجع اتكلم بقى معاكم تاني في الفرشه، علشان انا اهم حاجه عندي الفرشه والتهويه، هما دول اهم حاجه عندي. لو ظبطتيهم دوره الفراخ هتبقى زي العسل معاكي، ومش هتحسي اصلا ان انت عندك فراخ، وهتبقى دوره خفيفه كده بسيطه. فانا بدات شلت الجزء اللي هو مش عاجبني. طيب انا كان ممكن احط عليه جير، كان ممكن، بس انا مش هقعد احط جير وتبن واستهلك تبن كتير، لاني لو بدات احط الجير والتبن هعرف ان انا برضو كده هاجي تاني يوم هنضف. فلا، قلت خلاص اشيل الجزء اللي هو مش عاجبني وابدا افرش بداله جزء تاني. حاجه كمان، ما تعمليش الغلطه اللي انا عاملاها دي، اللي هي ايه، انا موصله الشكاير كلها في بعضيها. الشكاير هتوصليها كلها لبعضيها، يبقى هتعمليها للسن الصغير لكتاكيت صغيره، لان الكتاكيت الصغيره مش بتوسخ معاكي المكان زي الكتاكيت، زي اقصد الفراخ الكبيره. فانت ممكن توصليها وتخليها للكتاكيت الصغيره. لو انت جايبه كتاكيت صغيره، ممكن توصلي شكارتين او 3 او 4 على حسب العدد اللي انت جايباه. انما الفراخ الكبيره كده خلي الشكاير لوحدها. يعني لو انت فرشتي الشكاير، انا الجزء اللي مبلول هبدا الف الشكاره، وهبدا ارش من تحتيه الجير المطفي، وابدا افرش شكاره تانية نظيفه. فدي برضو خدي بالك خدي بالك من النقطه دي. فبصوا بقى هنا الميه بقول لكم اهيت، اكلي وشبعي وبعد كده انزلي بالميه. يعني ما تحطيش الميه والاكل مع بعض، انا سايباهم لما ياكلوا بقى كده ويشبعوا، وبعد كده ابدا انزل بالميه. فخدي بالك برضو من النقطه دي. فبدات كده حسيت بقى ان هم اكلوا وشبعوا، بدات كده ان انا انزل لهم بقى بالميه. وهبدا دلوقتي هوريكم بقى الاوضه. انا مربيه صنفين مع بعض، الفراخ الكبيره والفراخ الصغيره. وقلت لكم في فيديو امبارح ما تغلطوش الغلطه دي. لو حابه تدخلي فراخ على فراخ، يبقى هتعملي يبقى انت خلاص قدامك مثلا 5-6 ايام وهتذبحي، ابدأي دخلي الفراخ الصغيره، مفيش مشكله خالص. انما انا علشان قدامي وقت، فعلشان كده بقولك ما تغلطيش الغلطه دي. بس انا كنت مضطريه ان انا اجيب فراخ صغيره، وما عنديش بقى مكان اللي هو ده. فعلى فكرة بتبقى معادلة صعبة قوي ان انت تبدأي تظبطي درجة الحرارة للفراخ الكبيرة وللفراخ الصغيرة. فدي نصيحتي. شايفين انا حطيت بس قطعتين ارضيات بلاستيك، لان انا مش عايزاهم يجوا في الجزء ده، لان الجزء ده حلو قوي على ال9 فرخات اهو. يعني المكان كده حلو قوي عليهم، علشان برضو ما بقاش موسعة على الفاضي وخلاص. اهو بصوا هنا بوريكم البطارية انا ركناها في الجنب ده كده جنبهم، والبطاريه اللي هي فيها اهوت الكتاكيت مشغله اللمبه، بس هبدا اطفي اللمبه عندهم شويه اريحهم. وفتحت الشباك، طلعت السخونيه وطلعت اي ريحه مش عجباني في الاوضه. وبعد التصوير هبدا تاني اسكه، بس مش بسك، يعني بسكه، وطبعا الشباك بيبقى فيه سلك، فبرضه بيدخل هوا ليهم. هنا برضو بدأت أفتح على الكتاكيت، هنزل لكم فيديو إن شاء الله بالتفصيل حلو قوي للكتاكيت. شايفين الأوضة اهيت بقول لكم، حاطة جزء الفراخ الكبيرة في جنب والكتاكيت في جنب، مظبطة الدنيا ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. الوزن عندي شكله حلو، أنا لسه والله ما وزنت، بس الفرخة اللي أنا دبحتها كانت 2 كيلو، وكنت دبحها من يومين، يعني كان عندها 27 يوم، كانت 2 كيلو، فكان الوزن حلو قوي. فخدتها ودبحتها وطلعت منها كمان بانيه، وقلت خلاص اركن ال9 دول شويه، وان شاء الله باذن الله اما نيجي نذبح هنذبح طبعا مع بعض وهننضف مع بعض، بس ربنا يكملها على خير باذن الله. اهوت يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك واستفدتي مني حاجه بسيطه. استنوني بقى في فيديو الكتاكيت باذن الله. اشوف وشكوا على خير، مع السلامه.